لو حاولت تزرع الليمون بالعقله وحصل معاك عدم نجاح، مش هقول فشل لان ما بحبش كلمه فشل. فالنهارده ان شاء الله هعرفك ايه هي الطريقه الناجحه والمضمونه 100% لزراعه الليمون بالعقله من خلال 4 تجارب هنعملهم، وانت هتحكم بنفسك ايه هي التجربه الناجحه فيهم. مش بس كده، هعلمك كمان ايه هي اسرار زراعه الليمون بالعقله او الحمضيات او الموالح عموما. الميعاد المناسب للاكثار او الزراعه بالعقله بالنسبه للموالح او الحمضيات عموما هو فصل الربيع، وايضا يمكن اجراء الزراعه ايضا في فصل الخريف. مهم جدا ان اختار فرع من الشجره بتاعتي يكون عمره على الاقل 3 أو 4 شهور. لازم يكون فرع ناضج عشان يكون قادر على تكوين الجذور والاوراق الجديده. بختار زي ما انتم شايفين كده، ده عقل ساقيه نقول ان هي من فرع عمر 3 شهور بسمك حوالي قلم الرصاص. هنا هختار هنا هعمل هنا تجربة 4 عقل، 2 عقل ساقية و2 عقل تحت طرفية، وبقوم بقص عقلة بطول حوالي 15 سنتي، وباجي من أسفل العقلة من قاعدة العقلة وبشيل حوالي سنتي من قشرة العقلة. ده بيساعد جدا معايا على تكوين الجذور. واعمل كل عقل بنفس الطريقه كده. بكون مجهز ورقه من صبار الالوفيرا، واقوم بدهان جميع اجزاء العقله بتاعتي بجل صبار الالوفيرا. باخد العقله كلها من اسفل لاعلى حتى لو فيها اوراق، بدهنها بصبار الالوفيرا او بجل صبار الالوفيرا كوقايه ليها وحمايه من الاصابه بالاعفان. قلنا فائدة جل صبار الالوفيرا هو يعتبر بديل للهرمون، هو مش هرمون تجزير لكن بديل لهرمون التجزير، لأنه دوره بيقتصر على إيه؟ إن هو بيحفظ العقلة من الإصابة بالتعفن. بعد كده هكون مجهز منديل ورق، هبدأ أعمل هنا تجربتين 2. احنا قلنا هاخد عقلتين ساقيتين بيكون لونهم الخشب بيكون لونه مائل للبياض كده، يعني أخضر مبيض، وعقلتين تحت طرفيتين بيكون لونهم أخضر. هاخد عقلة من العقل الساقية والفها بمنديل واترك واحدة بدون منديل من اسفل، يعني هاخد الجزء اللي هو قاعدة العقلة الفه زي ما انت شايف كده بجزء من المنديل بالطريقة دي كده. طب ليه بلف المنديل ده؟ عشان بالطريقة دي بحاول احمي العقلة من الفطريات اللي ممكن تكون موجودة في التربة، او بعزل العقلة بتاعتي عن التربة. وهلف واحدة من العقل تحت الطرفية برضو بمنديل، وهترك عقلة من دون منديل. هتكلم عن التربة الصالحة لزراعة الليمون أو الموالح أو الحمضيات عموما. هي تربة رملية، رمل البناء، بستخدم رمل بناء فقط لا غير. لذلك أنت بتلاقي كل المشاتل المنتجة للموالح بصفة عامة بتنتجها في رمل بناء بدون أي إضافات، لا أضيف سماد عضوي ولا كومبوست ولا أي حاجة. ليه رمل بناء؟ لأن التربة دي تربة نظيفة خالية من أي فطريات. بعد كده هقوم بري التربه بتاعتي قبل الزراعه. بعد ما تشربت التربه الماء هقوم بزراعه ال4 عقل اللي قلنا عليهم، 2 ملفوف عليهم منديل و2 بدون منديل، واقوم بعمل حضانه عباره عن كيس من البلاستيك محكم الغلق بدون اي سكوب، وهترك الكيس ده في مكان مظلل بعيد عن اشعه الشمس المباشره لكن فيه ضوء قوي جدا، لان الضوء مهم قوي لنمو النبات. هترك الاناء ده في المكان المظلل لمده اسبوع، وبعد الاسبوع ارجع تاني. ورجعت بعد اسبوع والحضانه زي ما انتم شايفين كده ممتلئه ببخار الماء من الداخل. ليه؟ لانها اولا محكمه الغلق، ثانيا بدون اي ثقوب. هعمل عمليه تخبيط كده على سطح الكيس من الخارج عشان اسقط قطرات بخار الميه، وابدا الاحظ النبات بتاعي ايه اللي حصل. كده عدى اسبوع بالظبط. بلاحظ هنا ان في بعض النباتات اهي، نبات واحد بدا يطلع اوراق زي ما شايفين كده هناك، الاوراق الصغيره الخضراء ديت. في نبات ورقته اللي كانت موجوده عليه الصفراء اصفرت اكتر وخلاص هتبدا تنشف. في مازال 2 من النباتات محتفظين بلونهم زي ما هم لكن بدون اي نموات. هترك نباتي برده في الظل لمده اسبوع وارجع عشان الاحظ ايه اللي حصل في ال4 عقل اللي احنا قلنا عليهم. كده انا قربت الكاميرا وعملت عمليه تنفيض للكيس من بخار الماء. بلاحظ ان في العقله الكبيره منهم بدات لونها يتغير، وفي عقله اللي هي كانت ورقتها صفراء اصفرت اكتر، والورق اللي كان طالع في العقله اللي تحت الطرفيه بدا يزداد في حجمه، وما زالت في عقله بدون اي ملاحظات زياده عليها.
وهنا في ملاحظة مهمة جدا بالنسبة للري، أنا هنا ما أضفتش أي ماء لري التربة أبدا طوال فترة التحضير بتاعة العقلة، فقط ريت قبل الزراعة. دي التجربة بتاعتنا اللي عملنا فيها زراعة ل4 أنواع من العقل وزرعناهم بطريقتين مختلفتين وهنشوفهم دلوقتي عملي. أهم حاجة عايزك تعرفها بقى وتشوفها إن لاحظ هنا إن الكيس اللي أنا عامله على القصيص بتاعي اللي زرع فيه العقلة ما فيهوش أي ثقب خالص، ما فيهوش أي تهوية خالص. لان ناس كتير جدا بتبعت تسالني تقول ازاي ما يكونش فيه ثقب، النبات هيتنفس ازاي؟ بعمل كده والنبات بيعفن معايا. كل ده ملوش علاقه ابدا بموضوع ان الكيس مقفول او غير مقفول. انا بقفل الكيس جدا وبحكمه جدا في الاغلاق بدون اي تهويه عشان احافظ على رطوبه العقله حتى يتم التجزير. لو انا سبت اي ثقوب مفتوحه، لو انا عملت تهويه، العقله هتنشف معايا ومش هتتم تجزيرها. اهم نقطه بقى انك تاخد بالك ازاي تعمل عمليه تهويه للعقل. ازاي ترفع الكيس ده؟ لازم ترفعه تدريجيا، ما ينفعش تشيل كيس مره واحده والا هيحصل صدمه للعقل والعقل هتجف وهتنشف وتموت. فاول حاجه هعملها ابدا هنا اشيل اللاصق ده كده، وهترك بقى الكيس ده كده زي ما هو ماشي حر حوالي ساعه او ساعتين الى ان يتم ايه؟ كل البخار ده يتبخر وميبقاش موجود. يبقى ساعتها هعمل ايه؟ ابدا اهوي تاني. هتركها كده يحصل تهويه وارجع له. ورجعت تاني بعد ما بدأ تهويه شويه للكيس او الحضانه بتاعتي، وبدأ قطرات الماء او البخار المتكون على الجدار الداخلي للكيس يخف شويه. ده منظر البخار وبدأ يخف. هعمل ايه بقى هنا؟ هبدأ ارفع الكيس ده كده، يعني اعمل عمليه تهويه خفيفه. شايفين في قطع اهوت، هحاول اخليه كده مهوي بالطريقه دي كده، واتركه كده حوالي كمان ساعه لحد ما الاقي هنا مفيش اي قطرات بخار متكونه. بعد كده ممكن ابدا اكشف. ورجعت تاني بعد ما عملت عمليه تهويه كامله للكيس، وتقريبا كل قطرات الماء بقت غير موجوده على جدار الكيس الداخلي. ده منظر النبات بتاعي، انا عملت عمليه تهويه كامله خلاص اهوت. هبدا بقى هنا ارفع الكيس واشوف نتيجه التجربه بتاعتنا. كنا زارعين 4 عقل لو انتوا فاكرين، 2 عقل ساقيه كان لون الخشب بتاعها بدأ يكون لونه مبيض شويه، و2 عقل تحت طرفيه كان لونهم اخضر شويه، اللي هم دول. ودول العقل اللي هم كانوا ساقيه. العقل اللي هم الساقيه خلينا واحده ملفوفه بمنديل ورق والتانيه كانت غير ملفوفه لو انتوا فاكرين. وهنا بقى العقل برضو تحت طرفيه، واحده ملفوفه بمنديل ورق والتانيه غير ملفوفه. ونشوف بقى النتيجه مع بعض. اول حاجه نجد ان احنا العقله اللي هي الساقيه اللي كانت تقريبا لونها مبيض حتى ملفوفه برضو بمنديل ورق حصل لها نوع من التعفن وماتت بالشكل ده. شايفين العفن المعمول على الجدار؟ يبقى هنا اول ملاحظه هاخدها واول سر ان العقل الخشبيه لا تنجح في تكوين اوراق او جذور بالنسبه لليمون او الموالح او الحمضيات. هاجي على العقل الساقيه الثانيه اللي كانت برضو موجوده عندي لكن انا ما عملتهاش بمنديل، وابدا كده احاول اطلعها والاقي هنا برضو تقريبا العقله بدات تجف، لكن برضو ما خرجتش عندي نموات جديده، لكن عفنت من فوق اهي، عفنت من فوق ما كونتش اي اوراق جديده. دي الورقه اللي كانت فيها زي ما هي بدون اي نموات جديده، وبدات هنا عفنت اهيت. وتقريبا العقله بدات زي ما انتم شايفين لونها ياخد لون البن الغامق، يعني تقريبا كده بدات في العفان، وان كانت هنا ايه تاخرت شويه لان ديت برضو ما هياش خشبيه قوي. فاضل عندي العقلتين اللي هم تحت طرفيه. عندي واحده معموله بمنديل وواحده لا. بنلاحظ ان بقى العقله معموله بمنديل، عقله تحت طرفيه كونت اوراق زي ما انتم شايفين كده جميله جدا اهيت. انا يمكن ما صورتش عليها شويه عشان انا فرحان وعايز انقل لكم التجربه بكل امانه وبكل دقه. والعقله الثانيه تقريبا يعني هتبدا هي تكون ورق جديد. شايفين الورقه ديت صغيره؟ ركز معايا بقى كده وهحاول اوريك العقله اللي كانت مش ملفوفه بمنديل ان هي فعلا بدات تكون ورق. شايفين كده؟ شايفين دي كده؟ ادي اول نمو اهو بدا يظهر، اخرت شويه لكن بدات فعلا تكون ورق. لكن طبعا التجربه اللي احنا عملناها بالمنديل زي ما انتم شايفين كده
تجربه ناجحه جدا، كونت اوراق كامله، نبات جميل جدا. يمكن انا زي ما قلت لكم ما صبرتش عليها شويه، لكن انا لو صبرت عليها تديني نتيجه ممتازه. هنا عندي حلين اتنين، يا اما ان انا ارجع الكيس تاني البسه للنبات ده او العقلتين دول واتركهم لمده كمان اسبوع او 10 ايام عشان دي تكون جذور معايا وتنجح معايا واقدر انقلها فعلا بامان، او ان انا خلاص استغنى عن ديت وابدا اهتم بدي زي ما هي كده، اتركها في الظل لكن في ضوء قوي لمده حوالي 3 4 ايام، وبعدين ابدا اعرضها للضوء المباشر بتاع الشمس كل يوم ساعه او ساعتين لمده اسبوع. بعد كده اعرضها للشمس الكامله، اترك العقله دي كده حوالي تقريبا شهر بعد ما اعرضها للشمس الكامله، وممكن ساعتها انقلها الى يا اما قصيص اكبر او انقلها للتربه المباشره. تعالى بقى اقول لك على خلاصه التجربه بتاعتنا النهارده، او بمعنى اصح الاسرار بتاعه زراعه الليمون او الحمضيات او الموالح بالعقله. اول حاجه بستخدم تربه رمليه، ودي ممتازه جدا ان هي ما بتكونش عندي اعفان. لو انت لاحظت في بدايه التجربه ان القصيص كان بدا على سطح الرمل يتكون عفن بسيط جدا، لان كان بقالي 40 يوم انا زارع بالظبط يوم 11 3، والنهارده التجربه انا بكتشفها او بعرفها او بعرضها عليكم يوم 20 4، يعني 40 يوم تقريبا بالظبط. لو كانت تربه طينيه كانت التربه كلها عفنت والنبات كله كان عفن والعقل كلها كانت تقريبا عفنت وباظت. تاني حاجه او تاني سر ان العقل تحت الطرفيه هي اللي نجحت معايا، وخاصه ان انا لففها بمنديل. ليه؟ لان قلنا المنديل ده بيعمل عمليه عزل بين العقله والتربه، فبيقلل نسبه تعرض العقله للاصابه بالاعفان نتيجه لوجود مسببات مرضيه في التربه. وانتظروني ان شاء الله قريب جدا في فيديو عن برضو زراعه الليمون بالعقله بطريقه مميزه جدا، وهتكون ان شاء الله مفاجاه مرضيه ليكم.